السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بكم. إشارة الواي فاي ما بتوصلش معايا لمكان بعيد، أو ما بتوصلش معايا لآخر الشقة، أو ما بتجيبش معايا للدور اللي فوق أو الدور اللي تحت. بشكل عام إشارة الواي فاي معايا ضعيفة. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة، بس طبعا قبل أي حاجة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. ناس كتير أول ما بيسمعوا إن في ضعف في إشارة الواي فاي يقول لك خش على إعدادات الراوتر وعلي إشارة الواي فاي. طيب تعالوا كده نخش على إعدادات الراوتر، مثلا هنا الهوم نتورك، وأدي الدبلان ستينجز، وأدي يا سيدي إعدادات الواي فاي بتاعتي. ده طبعا اللي هو الاسم والباسورد. بنخش احنا بقى على الأدفانسد. هنا طبعا لازم تكون الباور هنا لازم يكون أعلى حاجة اللي هو 100%. فلو لقيته 75 أو 50 أو 25 لا ما ينفعش، خليه اللي هو 100%. والتشانل هتخليها على أوتو، ما تحددش شانل معين، وديت برضه هتخليها على أوتو. طب كده أنا ما غيرتش في حاجة يا جماعة، هي كده نفس الإعدادات زي ما هي. وعلى فكرة ديت هي الإعدادات الديفولت بتاعت الجهاز، يعني هو الجهاز بيبقى مظبوط على أعلى باور، تبقى هي ديت الظبطة بتاعته. يعني ما حضرتك مش هتعلي، هي ديت أعلى حاجة، فمهما حضرتك هتعلي مش هتوصل لأعلى من اللي موجود ده. طيب الحل إيه؟ الحل في المشكلة بتاعتنا ديت يا جماعة هو مكان الراوتر. حضرتك حاطط مكان الراوتر فين؟ حضرتك حاطط الراوتر فين في الشقة بتاعتك؟ والإشارة ما بتوصلكش لحد فين، أو الإشارة بتوصل لحد فين؟ لو حضرتك مثلا عندك 3 غرف مثلا زي ده كده، أو عندك مثلا هنا الصالة وديت طرقة مثلا وجوه الغرف، طبعا حضرتك حاطط الراوتر هنا في الصالة مثلا، أو حاطه في غرفة من الغرف. لو حضرتك حاطط الراوتر في غرفة من الغرف، طبعا إشارة الواي فاي في الصالة هتبقى ضعيفة جدا، ممكن ما تلاقيهاش. والعكس طبعا لو انت حاطط الراوتر في الصالة هتلاقي إشارة الواي فاي جوه في الأوضة ضعيفة جدا وممكن ما تلاقيهاش، وخصوصا لما تكون انت متصل على ال 5G. يا جماعة ما انصحكش انك تتصل على ال 5G، لانك هتبقى بعيد عن الراوتر. ما ينفعش يبقى الراوتر في اول الشقة وانت في اخر الشقة وتتصل 5G. زي ما قلنا قبل كده 5G يبقى لازم تكون قريب من الراوتر. ادي اول حاجة. طيب انا دلوقتي متصل عند 2.4 وبرضه إشارة الواي فاي ضعيفة، وساعات في غرفة من الغرف بدخل بلاقي مفيش إشارة واي فاي. هقول لحضرتك دلوقتي على انسب مكان للراوتر تحط فيه الراوتر. في المكان ده هتلاقي إشارة توزيع إشارة الواي فاي بالتساوي. لو مثلا حضرتك عندك الصالة في النص وحواليها الغرف، ففي الحالة دي حضرتك لازم تحط الراوتر بتاعك في الصالة، ويفضل بقدر الإمكان إن هو يكون شايف جميع الغرف. يعني وأنت قاعد كده مكانك، أو وأنت قاعد مكان الراوتر بص حواليك، لازم تبقى شايف الأوض بتاعتك، شايف البيبان بتاعة الأوض، بحيث يبقى فيه مجال للإشارة إنها تخش الأوضة. طيب في حالة بقى اللي أنا شقتي كبيرة والصالة في مكان والأوض في مكان وفي طرقة بينهم، ما شاء الله المساحة عندك كبيرة، في الحالة دي هتحط الراوتر بتاعك في الطرقة. أيوة في الطرقة اللي هي ما بين الصالة والأوضة، وتحاول برضو بقدر الإمكان إن هو يبقى شايف البيبان، يعني يبقى شايف البيبان بتاعة الأوض وفي نفس الوقت شايف الفتحة بتاعة الصالة، بحيث إن هو يقدر يدي إشارة للصالة ويدي إشارة للغرف في نفس الوقت. أما بقى لو شقتك كبيرة قوي ما شاء الله، يعني ففي الحالة دي أنصحك بأكسس بوينت إضافي. ده لو أنت نفذت وفعلا حطيت الراوتر بتاعك في طرقة مثلا وبقى شايف الغرف كلها، ومع ذلك برضه في غرفة من الغرف فيها إشارة قليلة أو إشارة ضعيفة، في الحالة دي أنصحك بأكسس بوينت. طيب في حالة بقى اللي أنا عايز أدي إشارة واي فاي لشقة تانية،
وليكن مثلا الدور اللي فوقي أو الدور اللي تحتي أو السطح أو محل تحت. في الحالة ديت يا جماعة لازم تخلي الراوتر قريب من بلكونة أو من شباك، وفي نفس الوقت الشباك ده يكون تحته شباك تاني للشقة اللي تحت أو فوقه شباك تاني للشقة. يعني يكون مثلا الشباك ده على مسقط مثلا، ويكون المسقط ده مشترك ما بين الشقتين بحيث يبقى فيه شباكين فوق بعض الإشارة تقدر تخش منها. أو مثلا لو هتحطه في البلكونة ويكون الشقة تانية فيها برضو بلكونة أو شباك بحيث إن الإشارة تدخل منها. وخد بالك الخرسانة بتقلل الإشارة، يعني السقف اللي فوقك سواء بقى كان سقف أو حيطة بينك وبين الشقة، الحاجات دي كلها يا جماعة بتقلل الإشارة، فاستحالة إن أنت يبقى عندك الإشارة زي عنده فوق. يعني مستحيل إن الإشارة تبقى في الشقتين متساوية. الشقة اللي فيها الراوتر هتبقى فيها الإشارة فل، مسافة ما تطلع الشقة التانية أو تنزل لشقة تانية أكيد الإشارة هتقل معاك. فبرضه في الحالة ديت حضرتك لو جربت ولقيت إن الإشارة برضه ما زالت مش قوية، في الحالة ديت لازم تستعمل Access Point. لكن الإشارة قوية معاك خلاص يبقى تمام. دي طبعا بتختلف على حسب حجم الشقة وعلى حسب قوة الخرسانة وعلى حسب، يعني في عوامل كتير بتأثر في حاجة زي دي. الحواجز بتأثر بشكل كبير في حاجة زي دي. خلاصة يعني انت من الخلاصة كده بتقولي لازم اشغل اكسس بوينت؟ لا طبعا مش لازم تشغل اكسس بوينت. خلاصة ان حضرتك بقدر الامكان هتقرب الراوتر من المكان اللي انت عايز تغذيه، وبقدر الامكان يكون الراوتر شايف المكان اللي هو هيغذيه. يعني ما يكونش فيه حاجز ما بينه وبين الراوتر، يعني يكون المكان اللي انت عايز تغذيه بالانترنت او باشارة الواي فاي ما يكونش فيه حاجز بينها وبين الراوتر. يبقى كده الحواجز يفضل الراوتر يكون في مكان مفتوح بقدر الامكان بحيث تبقى قدامه على الاقل شايف الابواب بتاعة الغرف. 3. ابعد الراوتر عن الحواجز سواء كان الحائط أو السقف، يعني المكان اللي أنت هتخزيه ما يكونش بينك وبينه حائط أو سقف بقدر الإمكان، لأن ده طبعا بيقلل الإشارة. لكن يا جماعة مش معنى إن هو بيقلل الإشارة إن معنى كده إن مش هيبقى فيه خدمة إنترنت. لا الإشارة هتبقى يعني، لا برضو الإنترنت هيبقى شغال ولكن طبعا مش بنفس كفاءة وأنت قريب من الراوتر، وخصوصا في ال 5G. وطبعا نصيحة يا جماعة قلناها قبل كده، طول ما انت بعيد عن الراوتر خليك كونكت على 2.4 علشان. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة متنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبهولي في تعليقات أسفل الفيديو وبحاول أرد عليكم في أقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن متابعتكم.